كده وفي كده. برحب بحضراتكم. ما زلنا بنتواصل من الكاميرون. اعتقد الامور بالصوت والصوره بانت بشكل كبير. زميلي احمد يحيى يمكن قام بمجهود كبير جدا. شفنا اللعيبه، مطار جروه، شفنا الامور، شفنا الاستقبال. يمكن طيب هي دي ظروف البلد واعتدنا عليها يمكن على مدار فترات كبيره. الاحراش الافريقيه والمشاركه فيها وخوض لقاءات فيها، هي دي الاجواء في بعض الدول. ممكن تكون العمليه فيها اريحيه بشكل كبير لما بتبقى في العاصمه. لو في الكاميرون في ياوندي هنا الامور مختلفه شويه قريه. ولسه على فكره ان شاء الله في رسالتنا الثانيه هقول لكم كل الاجواء وهنرصد لكم بالصوت والصوره مقر بعثه فريق النادي الاهلي. يمكن احنا عشان وصلنا تقريبا بالليل، احنا الساعه 7 6 ساعات. ممكن نقول ان الرحله الحمد لله كانت طيبه، ما فيهاش ارهاق على اللعيبه. الامور الحمد لله جيده، ما فيش غير صبر رحيل. وهنتكلم دلوقتي مع الكابتن ايوب في امور كتيره جدا، حاله التسكين، الشكل، الامور كلها هنقولها لحضراتكم. لكن خليني اخد الكابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن احمد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عماد، اهلا بيك والحمد لله على سلامتك. اعتقد ان الرحله الحمد لله كانت طيبه. وجود طياره خاصه وفرتها الاداره بشكل كبير ده ساهم في راحه اللاعبين، لان يمكن السفريه لو كانت مش بطياره خاصه هيبقى في ترانزيت وفي وقت طويل جدا. طبعا مدينه جروه ما فيش فيها ليها طيران مباشر من القاهره، انت بتضطر تاخد كذا طياره عشان توصل هنا. انما طبعا الاداره مشكوره وفرت لنا طياره خاصه، طبعا دي سهلت على البعثه كتير جدا. الحمد لله وصلنا بالسلامه لسه دلوقتي اهو زي ما انت عارف، والناس كلها بتسكن وكله بيروح غرفه. وانت يعني عارف الاجواء الافريقيه، وقلت في المقدمه، واحنا جينا هنا قبل كده وعارفين الاجواء وعارفين الصعوبات في الاقامه او في الملعب. ولكن احنا في مرحله صعبه جدا، مرحله فاصله من عمر البطوله. جايين ومركزين عشان نعمل مباراه كويسه ونعمل نتيجه ايجابيه تريحنا في مباراه العوده، بغض النظر بقى على الاقامه والاجواء والملعب. كل ده حاجات مش عاوزين نتكلم عليها خالص. احنا عاوزين نعيش الواقع، واحنا مرينا بالظروف دي قبل كده وكنا عند حسن الظن، وان شاء الله نكون المره دي عند حسن الظن كمان ان شاء الله. تمام. تحديات جديده بيخشها النادي الاهلي، وخلينا اكد لحضراتكم مره ثانيه وثالثه دايما يعني لعيبه النادي الاهلي رجاله، جهاز فني محترم، اداره واعيه، ظروف كتيره جدا بتمر فيها على مدار سنين كتير. خلينا نتكلم في التوقيت اللي احنا فيه. الامور طبعا لسه، وده اللي هتكلم فيه مع الكابتن احمد ايوب. عايزين نوضح الصوره، مش بنضع مبررات، لكن بنتكلم ان احنا مع بعثه مكونه من 17 لاعب. شريف عبد الفضيل الراجل متاخد من التاهيل، مش هنقول نسبه مشاركته 100%، الجهاز الفني ممكن يحددها. صبر رحيل كان في عنده اصابه. 3 حراس مرمى، بتتكلم في ان في حارسين بالتاكيد مش هيكون في عمليه تغييرات. لكن كابتن احمد كلمنا على الظروف والتحديات اللي بتقابلكم وانتوا داخلين مباراه الأرض. طبعا انا قلت لك يا عماد، يعني ظروف صعبه بدايه من القائمه اللي عندك. انت جاي 17 لعيب بالظبط، منهم 3 حراس، فيهم 3 حراس مرمى. زي ما انت قلت كمان شريف عبد الفضيل لعيب بقى له كتير جدا جدا على الملاعب، ولكن موجود معانا. انا بقول لك تحديات وظروف صعبه، ولكن اي 11 واحد في الملعب ان شاء الله. لو احنا كنا 11 بس اكيد الناس هتقاتل وهتبقى رجاله وعاوزين نرجع بنتيجه كويسه طبعا ان شاء الله. طمنا على صبر. يعني صبري الفتره اللي بعد كانت ايه بالظبط كده؟ هو بعد مباراه الزمالك كان عنده خراج في رجله منعه من التدريب اليومين اللي فاتوا. ولكن الحمد لله يعني طبعا خلاص مفيش مشاكل، واتمرن النهارده مع الفرقه، وان شاء الله يكون موجود بكره في التمرين ان شاء الله مفيش مشاكل ان شاء الله. تمام. بقيه الحاله الفنيه لكل اللعيبه والحاله البدنيه، كابتن عماد متعب، النجوم اللي موجوده، حسام غالي، كل اللعيبه الاخبار ايه؟ ما انا يعني بقول لك الحمد لله كل الناس اللي موجودين معانا يقدروا يشاركوا ان شاء الله في المباراه. اولا معنويا بعد مباراه الزمالك والفوز بالسوبر، اعتقد دفعه معنويه كبيره، ولكن هي كمان خلاص هي صفحه في وقتها واتقفلت. بنركز في البطوله اللي احنا فيها دلوقتي.
وده واصل للعيبه بشكل كويس، واللعيبه مركزه بشكل كويس لانهم عارفين ان دي بطوله كبيره، وعارفين ان هم في تحديات كبيره للنقص العددي والظروف، ونفسهم يدخلوا البطوله دي لمصر وتكون عن طريق النادي الاهلي ان شاء الله. اثر فوز النادي الاهلي بلقب السوبر معنويا على اللعيبه قبل خوض اللقاء المهم مع القطن الكاميروني. طبعا يعني اكيد حافز ايجابي كبير جدا جدا معنويا، وبيديك ثقه، ولكن هي بطوله وانتهت برضو يا عماد زي ما قلنا، وداخلين على بطوله ثانيه. هي عاده النادي الاهلي، انت بتخرج من بطوله بتخش في بطوله، بتخرج من مباراه كبيره بتخش في مباراه برضو كبيره، وسمه النادي الاهلي انه بيفصل على طول، سواء اجهزه فنيه او لعيبه. انت بعد المباراه بتفصل تماما، لانك بيبقى عندك مهمه ثانيه برضو لازم تأدي فيها شكل كويس، ولازم عندك بطوله لازم تكسبها، وماتشات لازم تأدي فيها مستويات كويسه وتكسب برضو كمان. حاله الجو هنا ممكن حضرتك ترصدها لنا؟ في شويه رطوبه 23 درجه، في شويه، في امطار، مش شويه امطار، في امطار كتيره. طبعا الجو زي ما انت عارف احنا واقفين هنعرق وبنعرق احنا واقفين. طلعك بره عشان نموت يعني انت خليني جوه عشان ايه؟ خلينا على حر. ايوه خلينا جوه. يعني طبعا الجو زي ما انت شايفه بتبقى صعبه. انا بقول لك هي اجواء صعبه وتحديات كبيره، واحنا مرينا بالظروف دي قبل كده، وكل ما الامور بتزداد صعوبه كل ما ده بيزيدنا اصرار وحافز لقدام، وكل ما بتحقق بطوله في اجواء صعبه برضو بتديك ثقه اكبر في نفسك واكتر، وتخليك تقاتل المره اللي بعدها علشان تحرز برضو لقب وتحرز بطوله. انا بقول لك بغض النظر عن التحديات خلاص احنا وصلنا، هنتاقلم على الجو في اليومين اللي احنا جايينهم. عندنا 90 دقيقه في ارض الملعب، هنقاتل عشان نرجع باحسن نتيجه ان شاء الله. بالتاكيد، واتمنى ان هم يكونوا 90 دقيقه بس، مش زي الموسم اللي فات في دوري الابطال. ايوه طبعا السنه اللي فاتت لعبنا 180 دقيقه، بتبقى صعبه جدا. طبعا. عايز اتكلم على القطن الكاميروني، نقاط القوه والضعف فين ترصدينها ازاي؟ يعني هقول لك طبعا احنا كعادتنا كجهاز بنحضر للمباراه بشكل الحمد لله بشكل جيد، بنشوف الفرقه اللي لعبها بشكل كويس وبركز معاها كويس، وكمان بحضر فرقتنا بشكل كويس الحمد لله الفتره اللي فاتت، ودي يعني عادتنا وعاده النادي الاهلي، واحنا واللي قبلينا واللي هيجي بعدينا، هي دي سمه النادي الاهلي الحمد لله. فرقه يعني غيرت اكتر من 4-5 عناصر عن الموسم اللي فات، ولكن هو سيستم اللعب ما اتغيرش وطريقه اللعب ما اتغيرتش. عندهم عناصر كويسه، ولكن هي فرقه يعني انا بقول لك فرقه ممكن تجيب جون في اي وقت لانها عندها عناصر خطره، وفرقه ممكن برضه تستقبل اهداف، يعني ما فيش مشاكل. يعني الفرقه دي عندها قوه وعندها سرعه، ولكن دايما ما عندهمش الخبره، لان دايما كل سنه بيغيروا لعيبه كتير، فدي ممكن تكون ميزه لينا ان شاء الله. حطينا في دماغنا، وهم اذا كانوا وهم عندهم اصرار وعزيمه، فاحنا عندنا عزيمه واصرار اكتر منهم ان شاء الله، بالاضافه الى خبراتنا ان شاء الله ربنا يكون موفقنا. وانت هي في النهايه انت بتجتهد بالتوفيق بتاع ربنا، انت يعني بتحضر للمباراه وتحضر لعيبتك، ويوم المباراه بقى توفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا ان شاء الله. حضراتكم اتمرنتوا يمكن ليله السفر او يوم السفر تدريب وحيد فقط في القطن الكاميروني في جروه، ده مناسب؟ ده بالنسبه لكم جيد؟ بتشوفوا ده ازاي؟ طبعا احنا علشان رحله اللي احنا جينا فيها والطياره الخاصه، احنا فضلنا يكون تدريب واحد بس وليلتين بيات، فاحنا يعني قلنا نتمرن في القاهره وتاخد طياره براحتك وتيجي يا دوب على النوم ويا دوب تنام وتبقى عندك تاني يوم التدريب، لان لو كنا جينا بدري كان هيبقى برضه اللعيبه تصحى بدري وهيبقى ارهاق سفر. كابتن احمد، كلمه تقولها لكل الجماهير تطمنهم على النادي الاهلي؟ يعني بقول لجماهير النادي الاهلي مبروك عليكم السوبر، ومتشكرين لمساندتكم لينا الفتره اللي فاتت كلها رغم الظروف الصعبه، كنتوا ورانا في كل مكان. محتاجينكم الفترة الجاية في كل المباريات، لأن الفوز ملوش طعم من غيركم. نفسنا تبقوا موجودين معانا في المباريات في الفترة الجاية إن شاء الله، وإحنا يعني كجهاز ولاعيبة بنوعدكم إن إحنا دايما نكون عند حسن الظن، هنعمل اللي علينا، هنقاتل في الملعب، والتوفيق طبعا بتاع ربنا إن شاء الله. كابتن أحمد شكرا. شكرا. النادي الاهلي كلام مهم سمعناه من الكابتن احمد ايوب، بنشكره قد ايه في مسؤوليه سواء من الجهاز الفني من الاداره من لعيبه النادي الاهلي، وكما اعتدنا ان شاء الله لعيبه الاهلي رجاله. نروح لفاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم رسالتنا النهارده.
برحب بحضراتكم كل متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي أينما كنتم من جروة، تحديدا مقعد القطن الكاميروني. إن شاء الله بإذن الله يكون لقاء مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، يكون لقاء مميز في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وعدنا حضراتكم ان تاني رسائلنا النهارده احنا الجمعة، يعني بنتحدث عن لقاء الأهلي والقطن الكاميروني قبل يوم، ممكن نقول ليلة إن شاء الله بإذن الله اللقاء المرتقب بين الأهلي والقطن الكاميروني. وعدنا حضراتكم من النهارده في رسالتنا الثانية هيكون في رصد من خلال زميلي طبعا أحمد يحيى المصور لكل الأمور وكل الأجواء داخل معسكر النادي الأهلي وبعثة فريق النادي الأهلي كما اعتدتوا حصريا على شاشة القناة. في التوقيت اللي بكلم حضراتكم فيه احنا موجودين في فندق الإقامة اللي خاص بالنادي الأهلي، ممكن نقول هو الأفضل لأن مدينة جروة لو شرحنا الأمور كده بشكل بسيط هي واحدة من المدن المهمة بالنسبة بكل تأكيد للكاميرون، لكن هي على أطراف الكاميرون، بتبعد عن ياوندي العاصمة حوالي 1000 كيلو، صعب طبعا تروح بالسيارة. كل التواجد بالنسبة لجروة من ياوندي تحديدا العاصمة اللي هنا لازم يكون بالطائرة، وده اللي حتى هنعرفه من خلال القائم بأعمال القنصل هنا وسفارتنا المصرية لأنها موجودة في ياوندي، والراجل متواجد واستقبل الفريق وهنتكلم معاه في أمور كتيرة جدا ونديكم معلومات أكتر كمان بشكل مميز عن جروة. بحاول أوصل لحضراتكم الصورة وأعيشكم الأجواء، تبقوا عايشين الأجواء معانا كما اعتدتوا على شاشة قناة النادي الأهلي، تعرفوا نجومكم فريق الأهلي الجهاز الفني بيفكر في كل الأمور اللي خاصة باللقاء. المدينة زي ما حضراتكم شايفينها تابعتوا من خلال بعض اللقطات اللي في الشارع، ممكن نقول ان هي مدينة ريفية بشكل كبير، اهلها طيبين جدا، عدد المسلمين كتير، في ناس كتيرة بتتكلم على فكرة عربي. الحاجات اللي يمكن يعني رصدتها بشكل طيب وانا ماشي في شوارع جروة، الناس بتسأل على محمد أبو تريكة، يعني كله بيقول أبو تريكة فين؟ الناس طبعا مش عارفة إنه اعتزل، مازال معشوق الجماهير الأفريقية، لاعب يستحق له كل التقدير والاحترام على المستوى الفني. قلت لهم إن هو مش هيكون موجود. في ناس بقى بتشاور إن القطن الكاميروني هيقدر إن هو يفوز على النادي الأهلي، في الجماهير بتقول 3، في الجماهير بتقول 2. على كل الأحوال دي بعض الأجواء اللي موجودة في النادي حوالين بعثة فريق النادي الأهلي في مقر البعثة. يمكن في التوقيت اللي بكلم حضراتكم في زمايلنا الصحفيين يمكن تواجدوا دلوقتي موجودين في مقر البعثة، بقى عملية رصد صلاة الجمعة النهاردة بكل تأكيد مع الفرقة، إن شاء الله بإذن الله تكون الأمور كلها ماشية على خير بالنسبة للنادي الأهلي. أقول لكم النهاردة طبعا الفطار، بعد الفطار صلاة الجمعة هيكون في محاضرة من جريدو مع اللعيبة، في النهاردة غدا، في عشاء، في النهاردة التدريبة الوحيدة والرئيسية اللي هتكون موجودة في جروة، لأن حضراتكم يمكن تابعتوا معانا خلال الفترة اللي فاتت إن ما كانش فيه غير التمرين
واحده، الاهلي اتمرن، جه امبارح، النهارده هي تمرينه رئيسيه وحيده، الامور كلها مستقره. لسه اقول لكم اخبار كمان عن البعثه، صبري رحيل، اخبار مشاركته، شريف عبد الفضيل تحديدا، بنتكلم على 17 لاعب فيهم 3 حراس. الامور صعبه جدا وتحدي كبير لجريده والجهاز الفني كما اعتادوا، لكن لعيبه الاهلي ان شاء الله باذن الله دايما رجاله هيثابروا، هيأدوا بشكل رجولي في الملعب كما اعتدنا منهم على سنوات طويله جدا في ظروف يعني صعبه جدا جدا جدا، لكن النقص العادي اعتقد بشكل كبير هيكون مؤثر. خليني اروح لحضراتكم نشوف بعض اللقطات داخل معسكر النادي الاهلي والاجواء حواليه والامور كلها شكلها اخبارها ايه، ونرجع لحضراتكم من جديد في بعض اللقطات المهمه جدا وايضا اللقاءات المهمه جدا مع بعثه فريق النادي الاهلي ولقاء الذهاب للدور قبل النهائي مع القطن الكاميروني في الكونفدراليه الافريقيه. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يسجل اول لقب بهذه البطوله كنادي مصري يكون باسم النادي الاهلي.
يمكن ما زلنا بنتواصل في رسالتنا الثانيه من هنا من الكاميرون، والجميل والشيء الطبيعي والمتوقع وما كما هو معتاد. يمكن على مدار الفتره اللي فاتت على شاشه قناه النادي الاهلي، على مدار حتى البرامج اللي متواجده، كنا بننقل لكم الاخبار الخاصه بالاستعدادات للذهاب الى الكاميرون، تحديدا جروه، وتحديدا كان عن طريق تصريحات من الكابتن وائل جمعه مدير الكره، عن طريق المسؤولين في الكاميرون من خلال طبعا السفاره، وهيكون لنا لقاء لهم دور كبير، وفي سيد ادهم متواجد من السفاره المصريه موجود هنا ومرافق لبعثه النادي الاهلي. لكن بنتكلم بقى على من الممكن ده دور السفاره، وانها البيت المصري في كل الدول سواء في افريقيا او حتى على مستوى العالم. لكن الشيء بقى الجميل والممتع والحلو لما حد بيخدمك وحد بيتواجد معاك وحد بيحاول يسهل لك كل دوت، وهو مصري اصيل، وهم طبعا مسؤولي المقاولون العرب اللي كانوا دايما على خط اتصال مباشر بين الكابتن وائل جمعه وهنا المسؤولين في القطن والترتيب للاقامه والتدريب الاخير اللي بعد شويه هنشوفه ان شاء الله اللي بيسبق اللقاء مباشره. يسعدني ان يكون معايا المهندس مروان عطيه مسؤول شركه المقاولون العرب، ومن المصريين الاصال جدا جدا. بنشكر حضرتك في البدايه على يعني وجود حضرتك قبلينا واستقبال النادي الاهلي واتاحه كل الامور اللي خاصه بالفريق، وبرحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بحضرتك، ونورتونا دي للمره الثالثه تقريبا من 2008 و2013. بقالك كتير. الحمد لله. يعني انت عارف المقاولون العرب يعني موجوده بغزاره في افريقيا وفروعنا كتير في افريقيا، وده صرح كبير من صروح شركات المقاولات المصريه، والحمد لله. يعني انت مش مقيم في جروه وموجود في ياوندي، مظبوط كده؟ تمام كده. جاي مخصوص عشان النادي، جاي مخصوص. الترتيب اللي سبق وجود النادي الاهلي تحديدا مع الكابتن وائل جمعه وعمليه اتصال مباشر معاه والامور اللي خاصه بالفريق، ممكن نتكلم عنها قبل ما اتكلم على حاجات كتيره خاصه بالكاميرون؟ تمام. هو حصل طبعا دي اتصال من الكابتن وائل جمعه بيا مباشره، طبعا بتكليف الاول من السيد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس اداره الشركه، والمهندس اشرف راتب عضو مجلس اداره، بتسهيل كافه شيء والترتيبات كلها مع الكابتن وائل. وبالتالي الكابتن وائل كلمني ورتبت معاه، وخصوصا طبعا ليها سابقه قبل كده السنه اللي فاتت في 2013 مع الكابتن سيد ابو حفيظ، وجينا رتبنا الاقامه والانتقالات وملاعب التدريب وكل حاجه. طلبات الاهلي دايما بتكون كتيره؟ هو والله مش كتيره، بس بتبقى دايما هو دايما التركيز كله على الاقامه. يعني التركيز كله على الاقامه، لان طبعا بالظبط، لان طبعا هو انت عارف جروه هنا دي بلد يعني. انا عايزك تشرح لي، كلمني عن جروه اكتر، ما حاسس الناس بيها من هو جروه تبعد تقريبا حوالي 1000 كيلو عن العاصمه ياوندي، وهي زي ما انت شايف كده هي مسطحه طبعا، اهلها يعني شغالين بالزراعه والرعي. تمام. لا هم بصراحه طيبين جدا، وطبعا معظمها نسبه الغالبيه اللي فيها مسلمين طبعا. يعني شبه ايه في مصر؟ والله هقول لك حاجه، نقرب للناس نقرب للناس شويه. شفت النوبه يعني يعني هي طيبتهم طيبه النوبيين. تمام. وكرمهم زي ما انت شايف كده طيبين جدا اصلا، وبيحاولوا يقدموا جميع الخدمات وكافه التسهيلات اصلا. يعني الاخبار هنا عامله ازاي؟ طبعا انا عارف ان الاقامه، لان في تناقل وسائل الاعلام من خلال زمايلنا الصحفيين على سوق الاقامه، لكن حتى انا يمكن اتكلمت وقلت ده المتاح، ولو كان في افضل من كده اكيد طبعا كان يتم توفيره. ده جزء مهم برضو نتكلم فيه. تمام. هو للاسف هنا يعتبر ما فيش الا 4 فنادق، يمكن افضلهم اللي هو بنويل اللي احنا فيه دلوقتي. تمام. والفنادق الثانيه عباره عن زي ما انت شفت كده، الفندق اللي انا حجزت لكم فيه عباره عن زي ما انت شايف كده ديبارتمنت، يعني غرف منفصله افقي مش راسي. فهنا الصعوبه هنا ان انت تلاقي منتجعات بالظبط كده، بس مش قوي يعني. مش مش قوي اصلا يعني. مش قوي. هو للاسف ان الماتش في ظروف موسم حج، فبتلاقي زي ما انت شايف كده في طقم طيارين كتير موجود في الاوتيل، شركات بتنقل حجاج، وفي حجاج بيجوا وان داي بيمشوا بعد تاني يوم. فالمشكله هنا الزحام يعني اول مره نلاقي فيه زحام. كده في زحام. كده في زحام. كده في زحام. مطار جروه لما نزلنا حسينا ان احنا بس اللي موجودين فيه، مش عليه اقبال كتير. هو مش عليه اقبال كتير، لان طبعا لا مش زي العاصمه طبعا، لان العاصمه طبعا انترناشونال يعني، وبيجي منها الاير فرانس جميع خطوط الطيران. بس هنا جروه زي ما انت شايف كده مطارها صغير زي ما انت شايف، ورحلاتها كلها محليه من ياوندي لجروه، من جروه لياوندي يعني. شفت في تواصل مع المسؤولين في نادي القطن الكاميروني مع مسؤولي النادي الاهلي وانت تواجدت، يعني بتشوف العلاقه عامله ازاي؟ انا يعني برصد ان العلاقه طيبه، في تعامل سلس جدا، لاني
مش هجامل عشان احنا على شاشه قناه الاهلي او احنا قناه الاهلي دايما يعني كريم جدا في مصر، بيقابل كل الناس بشكل جيد جدا، وعندنا اقامه الحمد لله، ربنا يا رب يديم علينا نعمه دايما الاستقرار، والامور في مصر جيده على مستوى الاقامه، على مستوى الاعاشه، على مستوى التدريب، على مستوى الملاعب. هنا الوضع بيكون عامل ازاي في الاتصال بين القطن وبين هو انا طبعا في اتصال مباشر ما بيني وما بين مندوب الاتحاد الافريقي هنا، وبالتالي مندوب الاتحاد الافريقي بيوصل المتطلبات بتاعتنا لمندوب القطن، تمام. ومفيش اي مشاكل خالص، زي ما انت شايف لما بطلبهم بيجوا لي، لو في مشكله زي ما انت شايف ميه اي حاجه تمام بيخلصوها، مفيش مشاكل خالص معاهم يعني. الكاميرون بحكم بقى يعني تواجدك وعيشة حضرتك هنا، شايفين مباراة الأهلي عامل ازاي؟ الأخبار ايه؟ خاصة احنا بنتكلم بيلتقوا للمرة الثانية في أقل يمكن من عام، بالظبط، فبيشوفوا الأمور ازاي؟ بالظبط. والأهلي الحمد لله يعني تخطاهم في آخر مرة، فالأمور ممكن تكون مختلفة. هو أصبحت دلوقتي بالنسبة للقطن الكاميروني عقدة إن هو يا رب تقبل يا رب ما بيتغلبش في ملعبه، ده معروف إنه فريق ما بيتغلبش في ملعبه، وعقده من الاهلي. طبعا الاهلي في 2008 خد منه البطوله، بس اعتقد هزم 4-0 على ملعبه في نفس البطوله على ما اعتقد. هو تقريبا مش متذكر بالظبط، بس الى حد ما هو فريق قوي جدا. يمكن الديفندر بتاعه ابو بكار دوت يمكن جاب الجون ثالث في ماتش كوت ديفوار من حوالي 10 ايام، فهو فريق قوي يعني. فريق القطن فريق قوي ومعتمدين عليه اساسا في الكاميرون هنا. الصحف بتشوف المباراه يعني، الصحف والنقاد بيكتبوا ايه عن النادي الاهلي؟ والله هم شايفين النادي الاهلي فريق كبير طبعا، وبطولات، وخصوصا الماتش الاخير بتاع الزمالك ادالهم احساس ان الاهلي اصبح دلوقتي له انياب عن مكان، انت فاهم حضرتك؟ فهم خايفين برضو من الماتش دوت ان هو يحصل لهم اي كبوه، اي حاجه في الماتش. قلقانين طبعا. النادي الاهلي بتحديات جديده، او تحدي دايما مختلف المره دي، قايمه قليله جدا عنده، بتشوف ده هيكون له تاثير من وجهه نظرك؟ والله انا اعتقد الاهلي ما بيعتمدش زي ما انت فاهم حضرتك. انا من تشجيع النادي الاهلي على مدار سنين واعرف كويس النادي الاهلي، فما اعتقدش قله خبره اللعيبه اللي موجوده هتبقى ليها عامل سلبي، بل بالعكس هتبقى ليها عامل ايجابي. اللي شايفين موجود محمد فاروق، وفي عمرو جمال اول مره يجي، وباسم علي تمام بالظبط، وليد سليمان رجع من اصابه، فاعتقد لكن في ناس هنا ليها خبره هنا طبعا. كان نجيب معانا السنه اللي فاتت، سعد سمير، شريف اكرامي، بالظبط فاعتقد مش هيأثر اصلا على المباراه يعني. بس الاهلي بيجي الكاميرون لاول مره بعد غياب كوكبه كبيره من النجوم. كابتن وائل جمعه مكمل كمدير الكره، يا رب ليه كل التوفيق وليه كل التقدير. بيغيب ابو تريكه خلاص، بركات يعني بيرجع وغايب مع مجموعه ايضا كبيره. ده انت بتشوف ازاي؟ والله احنا اتعودنا ان الاهلي اصلا ما بيقفش على لعيب من زمان. الاهلي على طول يعني ما انت عندك ثقه. لا انا عندي ثقه في مفردها لسبب، لان الاهلي بيبقى دايما لما بيبقى تحت ضغط تمام بيدي وبيحاول ان هو يكسب، انت فاهم يعني. مش عايز اقول لك متوقع النتيجه تكون ايه، بس متوقع الاداء والحضور الجماهيري يكون شكله ازاي؟ والله الحضور الجماهيري هنا انت عارف الملعب حوالي 25-30 الف متفرج، وزي ما انت بتشوف بالنسبه للجانب الكاميروني عاشقين للكره عموما في الكاميرون، اصلا عاشقين للكره جدا. واعتقد الملعب هيكون مليان بكره من الجانب الكاميروني، واحنا برضو هنبقى فيه ان شاء الله تشجيع كويس جدا يعني. فرصه اخد منك، شافوا اعتزال ايتو ازاي؟ والله هو ايتو، مشكله صمويل ايتو ان هو لما قعد الفتره الاخيره على ما اسمع من اصدقائي الكاميرونيين والكلام دوت، ان هو كان بيفرض نفسه على تشكيل، بيفرض نفسه على اسلوب مباراه، بيفرض نفسه على لعيبه كام، على اساس ان هو الاوحد، واخد بال حضرتك؟ بس فهم يعني واخدين ده مش مقبول. لا هو مش مقبول قوي، وخصوصا انت عارف الكارثه اللي حصلت مثلا في كاس العالم، الهزايم اللي خدوها في كاس العالم، وطبعا ما ايتو ما عملش حاجه، فقال لك ما فيش مشكله ايتو هيجي مكان ايتو يعني. بس راحوا كاس العالم. ايه؟ بس راحوا كاس العالم. والله ربنا يكرمنا بقى، ما تفكرنيش بالسيره دي، مروان عطيه مسؤول شركه المقاولون العرب، بشكرك فندم شكرا جزيلا مره ثانيه. يعني بنقل لك تحياتنا كقناه النادي الاهلي، وايضا يمكن كل اللي موجودين على يعني مش غريب على المصريين دايما في اي حته، ودوركم الايجابي والجميل قوي. وخصوصا زي ما بقول لحضرتك كده، شركه المقاولون العرب في اي حته تمام هي الداعم الرسمي لاي فريق مصري في كره القدم، اليد، والحمد لله. وبكره ان شاء الله هتلاقي جايب جماهير من المقاولون العرب جايين النهارده بالليل ان شاء الله، يعني حوالي 20 واحد، وهيبقى في تشجيع مثالي جدا، وهتشوف حاجه كويسه جدا اصلا يعني. السؤال جه في بالي بسرعه، عايزك تجاوبني عليه.
محمد صلاح وارتباطه انه يخرج من المقاولون على تشيلسي. هنا الناس بتقول لك ان عارفه ان انت شغال في شركه المقاولون، اصدقائك شافوا ان محمد صلاح كنجم كبير في فرقه كبيره في الدوري الانجليزي وخارج من نادي المقاولين اللي انت بتتبعه كشركه، حد كلمك في حاجه زي كده؟ والله معظم كلموني، قال المقاولين العرب طبعا بيطلع منها ناشئين كويسين جدا، تمام، بدليل مثلا انت شايف محمد صلاح، شايف النني، واخد بقى حضرتك صلاح دي كانت يعني جديده، يعني جديده على دي جديده على المقاولين انه يطلع مثلا على من بازل لتشيلسي على طول اصلا يعني. طبعا جميله جدا يعني اصلا يعني. اكيد. اشكرك يا فندم، شكرا ربنا يخليك، متشكرين جدا وان شاء الله كل التوفيق للموضوع. ربنا يخليك، متشكرين، شكرا. لقاء كان مهم مع المهندس مروان عطيه مسؤول شركه المقاولون العرب هنا في الكاميرون. الراجل قطع 1000 كيلو عشان يتواجد الشركه كممثل لشركه المقاولين، داعم للنادي الاهلي، بيوفر له كل الاجواء مع الكابتن علاء عبد الصادق المشرف على الكره في النادي الاهلي، ايضا الكابتن وائل جمعه مدير الكره، وفي عمليه ترتيب يمكن مستمره. ما زلنا بنتواصل في اولى او ثاني رسائلنا تحديدا من هنا جروه، مدينه جروه، للقاء ذهاب الدور قبل النهائي في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم بين الاهلي والقطن الكاميروني. نروح لفاصل وارجع لحضراتكم من جديد.
برحب بحضراتكم من جديد. ما زلنا بنتواصل في رسالة النهاردة اللي هي رسالة ليلة لقاء النادي الأهلي مع القطن الكاميروني في ذهاب الدور قبل نهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. في التوقيت اللي بنتكلم فيه يمكن ملاحظات تابعت انتقال النادي الأهلي لأول وآخر تدريب بالنسبة له، التدريب الرئيسي لهذا اللقاء. يسعدني يكون معايا طبعا الكابتن علاء عبد الصادق المشرف على قطاع كرة القدم في النادي الأهلي والحريص دايما على التواجد مع الأهلي خاصة في مثل هذه الزيارات الإفريقية والرحلات المهمة جدا. كابتن علاء برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي من جرو. اهلا بيك. خليني ابدا مع حضرتك باخر الاستعدادات، الاجواء. النادي الاهلي في تحدي كبير، قائمه متقلصه لمجموعه من اللعيبه، قائمه افريقيه جيتوا عليها كانت غير مكتمله، دخلتوا 4 لعيبه فقط لا غير، اصابات متنوعه ومتعدده. اعتقد ده بيكون تحدي جديد في توقيت في منتهى الاهميه بالنسبه للاهلي. هو طبعا توقيت صعب جدا بالنسبه لنا، انما خلاص احنا اتحطينا في الموقف ده ولازم نتعامل مع الموقف ده، والناس عارفه يعني. مش عايز اكرر كتير اللي احنا في نقص عددي وفي والكلام ده كله، انما احنا عندنا ماتش بكره مهم بالنسبه لنا جدا، سيمي فاينال. بصرف النظر لو احنا 11 لعيب احنا هنلعب برضه، لان احنا بنسعى ان ربنا يكرمنا ان شاء الله نعمل ماتش كويس ونقدر نطلع بنتيجه كويسه ان شاء الله تقدر نعتمد عليها في ماتش العوده يوم 28. وفي النهايه احنا امنياتنا طبعا ان احنا شغالين على الكلام ده، ان احنا البطوله ان شاء الله نقدر نحصل عليها، بحيث ان يبقى اول نادي مصري يحصل على البطوله دي ان شاء الله. فاحنا يعني مركزين جدا 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 في البطوله دي، فربنا يكرم ان شاء الله واللعيبه تقدم مباراه كويسه بكره وتعمل اللي عليها، والنتيجه دي بتاعت ربنا باذن الله. تأثير من مش عايز اقول سوء الاقامه، لان قلت في رساله امس ان ده شيء طبيعي، دي الامكانيات والناس بتحاول يمكن توفر على قدر الاستطاعه، بس في التوقيت ده حضرتك بتشوف الاقامه ومدى تاثيرها على الفريق بشكل عام والاجواء داخل مدينه جروه، لان هي يمكن مدينه ريفيه مش زي العاصمه. والله هي دي افريقيا، وهي دي السنه اللي فاتت النادي الاهلي لعب بنفس الظروف دي، يمكن ظروف اصعب، كان سيمي فاينال ابطال الدوري وقدر انه يوصل للفاينال وياخد البطوله. فاللعيبه عندها خبره في التعامل مع الحاجات دي، احنا كنادي عندنا خبره في التعامل مع الامور دي. في النهايه احنا ارتضينا ان احنا نلعب في افريقيا، فهي دي الاساسيات اللي موجوده في افريقيا، فلازم نتعامل معاها. الحمد لله النادي وفر لنا طياره خاصه وقدرنا نجيب طبعا فرق جامد جدا، فرق جامد جدا. دي الايجابيات بتاعتها. الايجابيات بتاعتها اللي احنا تقريبا ما بهدلناش في السفر، لان اي سفريه بيبقى فيها ترانزيت كتير، بننزل واجهاد جامد جدا. احنا خدنا طياره دايركت، يمكن قعدنا نص ساعه في اسوان فولوا بس التانك بتاع الطياره، انما كانت الرحله مريحه الحمد لله. جيت قبل الماتش على طول ودي مهمه قوي، فانت بتقلل من الفتره اللي انت بتقعد فيها اللي هي التعايش اللي احنا بنشتكي منه ده. بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا 90 دقيقه، وبعد 90 دقيقه يعني ممكن بعد 6-7 ساعات تلاقي نفسك في مصر، فدي ميزه كويسه جدا. بنشكر طبعا اداره النادي على التوفير والطياره الخاصه دي، وبتمنى ان معظم مبارياتنا اللي هي في غرب افريقيا اللي بيبقى الوصول ليها صعب، مفيش حاجه دايركت، دي بتوفر مجهود جامد جدا 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 علينا يعني. بشكر طبعا مجموعه الجماهير اللي جت من الالتراس، وطبعا جايين في رحله شاقه جدا بعد مباراه السوبر مباشره. بعد، فربنا يكرم ان شاء الله نقدم مباراه كويسه، والنتيجه دي دايما بنسيبها لربنا سبحانه وتعالى. صحبه صحفيه موجوده مع الفريق اعتقد، يعني في جاليه كبيره من الصحفيين موجوده، وتقريبا بتاع حوالي 12 واحد يعني مغطين الامور، اعتقد تغطيه كويسه. يمكن هي بس في مشكله في موضوع النت وانه يبعت للامكانيات الضعيفه الموجوده في الفندق، انما في النهايه اعتقد ان صعب شويه. عايز اتكلم على جزء تاني مهم، وقبل ما استكمل الكلام على الفريق خليني ارجع لقصه خاصه بالنواحي التاريخيه. حضرتك كنت نجم كبير في النادي الاهلي كلاعب، الحقبه الزمنيه مدتها بتيجي دلوقتي حضرتك كمدير كرة في هذا التوقيت، بترى وانت لاعب اختلفت البنية التحتية، اختلفت الأجواء، اختلفت بعض الشيء، ولا بترى ان الأمور زي ما هي ما حصلش تغيير في الكاميرون، او بنتكلم على جروة تحديدا؟ لا يمكن ايام ما كنا بنلعب ما كنا دايما بنلعب في العاصمة، يعني كان نادرا لما بتلاقي في مدينة خارج العاصمة، انما في النهاية انت بتتعامل مع افريقيا في تحسن طبعا، مش زي ما كنا بنلعب خالص، انما برضو مش هو ده التحسن المطلوب في ظل التقدم الفظيع اللي بيحصل الفترة اللي فاتت دي. انما زي ما بقول لك احنا ارتضينا ان احنا موجودين في افريقيا، والنادي الاهلي الحمد لله زعيم افريقيا،
ويفضل زي ما افريقيا على طول باذن الله. فلازم نعدي على الاجواء دي، ولازم نتحمل ونيجي على نفسنا ونأدي اللي نقدر عليه باذن الله في المباراه، والنتيجه يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله. حضرتك الاهتمام بالفريق سواء على مستوى الاداره من خلال رئيس مجلس الاداره واعضائه، المهندس محمود طاهر واتصال مباشر مع حضرتك والاطمئنان على الفريق، ايضا السفاره المصريه ووجودها ممثل ليها مع حضرتك هنا ومتابعه، وايضا ممثلي شركه المقاولون العرب. والله هو طبعا السفاره ما تاخرتش علينا خالص، سياده السفير ومعانا سياده القنصل على طول السفريه، ومعانا برضو المهندس مروان ممثل المقاولين العرب، يمكن سبب رئيسي في الحجوزات اللي حصلت الفتره اللي فاتت مع الكابتن وائل جمعه. ظبطوا الامور كلها الحمد لله وجينا لقينا الامور كلها متظبطه من اتوبيسات من اقامه من كل حاجه. وطبعا النادي متاخرش علينا في حاجه، معانا طباخ معانا طياره خاصه، يعني عايز اقول ان الامور كلها الكره في ملعبنا احنا كفرقه كوره، فربنا يكرم ان شاء الله نقدم مباراه كويسه باذن الله. الاتصال مع القطن الكاميروني كمسؤولي انديه؟ ما فيش اتصال، هو اتحاد الكوره، الاتصال مع اتحاد الكوره. هو دايما الانديه هنا بيمثلها اتحاد الكوره، حتى كنا في ساحل العاج كان نفس الشيء، بذنب نفس الشيء، هم اللي بيتصلوا بينا دايركت. هو بيتعامل مع اتحاد الكوره، هو يعني بيمثل الانديه في الحاجات دي. كابتن علاء، ان في حاجه كان المفترض ان هي تتحقق ما اتحققتش، ولا دي الظروف المتاحه؟ يعني المفروض يكون في امور طبقا للائحه تكون متواجده، ولا الناس بتأدي ما هو في اللائحه وما فيش حاجه مختلفه؟ لان احنا دايما بنعتاد على النادي الاهلي لما بيستقبل اي من الفرق سواء افريقيه او عربيه افريقيه بتكون او بيكون الاستقبال على اعلى مستوى نظرا لقيمه النادي الاهلي ونظرا ل يعني حرصكم على التعاون بشكل طيب جدا مع كل الانديه في القاره الافريقيه. والله بص، هم الناس بتقدر يعني بتحاول تعمل اللي تقدر عليه، وهي دي اقصى امكانياتها بامانه. يعني مش في فندق 5 نجوم والناس قعدتنا في الفندق ده من احسن الفنادق اللي موجوده في المدينه اللي احنا فيها. الاستاد زي ما انت شايف النجيله وحشه جدا، اوضه اللبس ما فيهاش شاشه تقريبا، حاجه صعبه جدا. انما في النهايه حتى من دكه البدلاء يعني في النهايه انت بتتعامل خلاص، انت رضيت ام لم ترضى، انت بلد كبيره ونادي كبير، فاحنا يعني اعتقد ما بننزلش المستوى ده. انزل المستوى ده في حاله واحده بس، لو عنده حاجه كويسه قوي وهو قعدني في حاجه مش كويسه، ساعتها هتعامل معاه بنفس المس. انما انا بتعامل نادي اهلي بنفس الاسلوب بتاعي، بنفس الستايل بتاعي. طالما الراجل ما اخرش حاجه عني، انا مش هاخر حاجه عنه. الكلمه اللي حضرتك هتقولها للاعيبه النادي الاهلي قبل لقاء مباشره؟ والله بقول لهم دايما الكلمه الشهيره بتاعتي، يمكن هم حفظوها خلاص، ان احنا نأدي اللي علينا ونموت نفسنا ونبذل اقصى مجهود ونسيب النتيجه دي دايما على ربنا سبحانه وتعالى. واعتقد ان اللعيبه عندها عزيمه واصرار انها تقدم مباراه كويسه بالرغم من صعوبه الجو والرطوبه العاليه اللي موجوده في الجو. انما ان شاء الله نقدر نتغلب على كل الظروف دي ان شاء الله. لازم اخد منك حاجه عن انطلاقه الدوري وبدايه الدوري. النادي الاهلي هيرجع يبدا على مستوى الدوري واستعداد للمباراه الثانيه، مباراه الاياب في الدور قبل النهائي مع القطن. بتشوف الاجواء وحضرتك داخلها بدايه موسم جديد، اخبارها ايه؟ والله يعني احنا بنتمنى ان نبدا تبقى بدايه الموسم بتاعتنا كويسه. الحمد لله يمكن بدانا ماتش السوبر النتيجه ايجابيه. عندنا بطوله افريقيا، احنا تركيزنا كله في بطوله افريقيا دلوقتي. عندنا ماتشين، ماتش بكره وماتش يوم 28 ان شاء الله. ما اكذبش عليك، احنا يعني عن نفسنا ما بنتكلمش في الدوري خالص، احنا دايما بناخد حاجه بحاجه. فاحنا كل تركيزنا في بطوله افريقيا دلوقتي وفي السيمي فاينل اللي احنا وصلنا له، فربنا يكرم ان شاء الله ونقدم مباراه كويسه ونقدر نوصل للماتش النهائي ان شاء الله. وبعد كده لما نخش في الدوري نقدر نتكلم عن الدوري باذن الله. مباراه السوبر كانت مهم ان النادي الاهلي يسجل لقبها. بص انا عايز اقول حاجه، لقاء السوبر خلص خلاص والحمد لله. الاهلي اضاف بطوله من ضمن البطولات اللي موجوده وعلى منافس قوي زي نادي الزمالك. انما في النهايه ده ماتش كوره، ومش معناه ان احنا كسبنا البطوله دي اللي احنا هنكسب الدوري وهنكسب الكاس، او لا قدر الله كنا خسرنا البطوله دي يبقى هنخسر الدوري والكاس. لازم قايم بيها مدير فني جديد. بالظبط كده، لازم نتعامل مع المواضيع احسن من كده شويه. الراي العام اتوجه كله ان اللي هيكسب الماتش ده احسن فرقه في ال10 سنين الجايين، وده كلام مش مظبوط خالص. ده ماتش كره قدم، واحنا بنشوف يمكن دلوقتي موضوع انك تقلب القناه تلاقي الدوري الايطالي، تلاقي الدوري الاسباني، تلاقي الدوري الانجليزي. المفروض يبقى عندنا الخبره او يعني الاحساس ان مش ماتش السوبر اللي هيقيم فرقه يعني. انما في النهايه الحمد لله احنا خدنا بطوله، وانا بقول للعيبه وبقول للجهاز الفني وده قلته للعيبه تاني يوم الماتش على طول،
وقلته قبل الماتش احنا كسبنا، مش احنا احسن فرقه، واحنا لا قدر الله لو خسرنا مش اسوأ فرقه. لسه في موسم طويل، احنا عندنا دلوقتي هو ماتش سيمي فاينل، ماتش صعب بالنسبه لنا في اجواء صعبه. فخلاص الماتش ده خلص، بنركز في الماتش ده، ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نوصل نهائي بنتيجه الماتشين باذن الله. عندنا بطوله دوري نبدا نركز فيها، وبعد كده نبدا نخش ان شاء الله اذا كان النصيب باذن الله وصلنا النهائي من اخر شهر 11 للماتش النهائي ان شاء الله. فدايما بناخد الموضوع يعني قطعه بحيث ان يبقى التركيز مظبوط يعني. اخر حاجه عايز على مستر جاريدو وانقل يعني احساس الراجل بقاره افريقيا. مباراه النهارده بيجي جروه، واحنا لسه متكلمين من خلال حضرتك على الاجواء ورصدنا ده بالصوت والصوره سواء النهارده او بالامس. الراجل يعني بيشوف الامور عامله ازاي، جاي من اسبانيا اول مره بيلعب في افريقيا. هل كان متوقع ان الامور ممكن تكون بالشكل ده على مستوى الطقس، على مستوى الامكانيات، ولا هو يعني حضرتك كنت متكلم معاه هو الراجل شعوره ايه؟ والله مبدئيا طالما جبنا سيره الراجل انا عايز اتكلم حاجه خاصه كده وبعد كده هرد على سؤالك. ان الراجل ده اتظلم ظلم جامد جدا، ان الناس قيمته بدري قوي قوي قوي، وتقييم سلبي. يعني يا ريت حتى لو تقييم ايجابي، حتى لو كان تقييم ايجابي كنت هقول برضه ده بدري قوي انك بتقيمه بالايجابيات دي. انما في النهايه انا عشان احكم على واحد مدرب، بلاش انه مدرب عايش في اوروبا طول عمره اول مره ينزل منطقه الشرق الاوسط او منطقه افريقيا، انا بقيم مدرب مصر وجي ماسك النادي الاهلي، لازم اديله على الاقل من شهر ونص لشهرين يبقى معاه فرقه كامله، اعمل فتره اعداد وابدا اقيمه. الراجل ده ما حصلش الكلام ده خالص. الراجل دخل بعد 24 ساعه من التوادي المهمه على بطوله كاس مصر، دخل على بطوله افريقيا بالنقص العددي الغير عادي اللي موجود. ورغم كده كان الحكم عليه سريع جدا 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 جدا. الحمد لله الامور بدات تتحسن بعد ماتش افريقيا، بعد ما الناس حست من اداء اللعيبه في الملعب، مش اللي انت كسبت الماتش، بعد ما حسوا من اداء اللعيبه في الملعب خلال 90 دقيقه يعني في حاجه بتتنفذ وفي حاجه بتتعمل، في حاجه بتتحفظ، بدات الناس تهدى شويه. فانا عايز اقول يعني ده كان تقييم ظالم بالنسبه له جدا وبالنسبه لنا كنادي اهلي. ويمكن احنا دايما ما بنحبش نرد في الصحافه كتير او في الجرايد او وسائل الاعلام كتير، انما دايما بيبقى ردنا كله في الملعب في المستطيل الاخضر يعني. فالراجل رد بصراحه رد مقنع جدا جدا جدا، وسكت الألسنة اللي موجودة اللي اتعالت عليه الفترة اللي فاتت بشكل مش فير خالص يعني. وبتمنى له ان شاء الله الفترة الجاية الامور كويسة. انما بالنسبة بقى للسؤال اللي سألتهولي، يمكن دي تاني سفرية دي، الراجل قبل ما يبدا التمرين جاي بص لي على الملعب قال لي تعالى بص اوضه اللبس، احنا لازم نصور الكلام ده ونبعت للاتحاد الافريقي ونبعت. قلت له انسى الكلام ده، الملعب اللي انت بتتكلم عليه ده سنه 2008 لعبنا عليه نهائي، خدنا البطوله من هنا. السنه اللي فاتت نفس الملعب لعبنا عليه سيمي فاينل. فالموضوع منتهي يعني، لازم نتعامل مع الامور واحنا اتعودنا على الكلام ده، واحنا اكبر من ان احنا نبدا نقول ده في مشكله ده في مش عارف يعني. احنا خلاص عدينا المرحله دي الحمد لله، ولازم نتاقلم مع الظروف اللي هي الموجوده الافريقيه، وربنا يكرم ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. بس ما دام رديت على مستر جاريدو اللي بيشاهدنا دلوقتي على شاشه الاهلي هيقول لي اسال كابتن علاء. كلام كتير ساعات بيتقال في الصحافه، واخيرا انا عارف انت ما بتحبش ترد، واخرها كابتن علاء مشي لامريكا عشان زعلان. انا عارف ان ده مش صحيح، بس المهم ان حضرتك يعني انا طلعت فسح، طلعت فسح عشان زعلان حاجه يعني لا هي مش فسحه يعني، على قد ما هي انا دايما في زياره كده مع العيله يعني، وكنت مبلغ فيها الاداره قبلها بفتره، واستنيت الفتره اللي هي ما فيهاش ماتشات رسميه خالص الفتره اللي فاتت دي، وقدرت ان استغلها وطلعت. كانت سفريه مقرفه يعني، مره بايمن شوقي على وائل ما سابنيش كل دقيقه ما حسيتش بحاجه خالص يعني. انما الحمد لله يعني طبعا كلام فاضي يعني، كلام مش مظبوط خالص يعني. مش كابتن علاء ليه كده مش صح خالص يعني الكلام ده، بس خلاص يا هقول ايه. شكرا جزيلا، ان شاء الله موفقين باذن الله. النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، ان شاء الله يكون كل المصريين ودعوات كل المصريين في لقاء مهم، لقاء القطن، يساهم بشكل كبير في لقاء الاياب ان شاء الله في الكونفدراليه. اول نادي مصري باذن الله يكون النادي الاهلي اللي يسجل لقب هذه البطوله. اعتقد احنا في التوقيت اللي مصر فيه عمليه الاستقرار الجديده محتاجين حتى على مستوى مجالات كثيره منها المجال الرياضي ان نحقق نجاحات. ده مهم يا كابتن. طبعا مهم جدا، وربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نحقق البطوله دي لجماهير مصر وبصفه عامه، وجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه يعني، وتبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي من ضمن البطولات اللي موجوده في دولاب النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك يا فندم. ربنا يخليك. شكرا.
ده كان حوارنا مع كابتن علاء صادق المشرف على قطاع كرة القدم في النادي الأهلي. سمعنا منه كل الأمور اللي خاصة بالفريق والاستعداد. بنحاول نقرب حضراتكم من بعثة فريق النادي الأهلي، نروح لمجموعة من الصور خاصة بتدريب النادي الأهلي، التدريب الرئيسي والأخير والأول هنا في جروة قبل اللقاء المرتقب مع القطن الكاميروني، وارجع مع حضراتكم من جديد. يا بوي البيتا لا ما تقولش، انا كنت بعث بياني اماني كانت العاده اماني ممكن ما زلنا بنتواصل مع حضراتكم في الرسالة الأخيرة أو قبل اللقاء مباشرة اللي خاص بالأهلي والقطن الكاميروني. أعتقد لقاء مهم. بنقترب من الكابتن وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي. كابتن وائل برحب بحضرتك، وإن شاء الله بيكون بإذن الله يعني يكون اللعيبة مستعدة بشكل جيد جدا. لسه بنتكلم أكيد في نقص عددي، أمور كتير اتكلمنا عليها خلال الفترة اللي فاتت. نطمن في البداية كل الجماهير. يعني طبعا برحب بيكم معانا في جروة هنا. نتمنى إن شاء الله المباراة تبقى خطوة إيجابية إن شاء الله في طريقنا للمباراة النهائية. الفرقة زي ما أنت قلت عندنا صعوبة كبيرة جدا بنعانيها من أول دور الثمانية، والنقص العددي في اللعيبة المتاحة للجهاز الفني. إنما اللعيبة اللي موجودة معانا يعني الحمد لله قادرة لغاية دلوقتي إن هي تقوم بالمهمة بتاعتها، وإن شاء الله يعني تساعدنا في الفترات اللي جاية في المباراتين اللي جايين دول بتوع الدور قبل النهائي. يعني الناس بتحاول كلها ان هي تعمل في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. ان شاء الله نرجع باذن الله بنتيجه كويسه ان شاء الله. كابتن بنتكلم على نقص عددي وعايزين نطمن على صبري رحيل تحديدا شريف عبد الفضيل، ان دول اخر 2 مشاركين والناس كانت قلقانه من عدم مشاركتهم. اخبارهم ايه واحنا تمرين الحمد لله الاثنين النهارده مكملين التمرين كله كويسين، والناس كلها موجوده بكره ان شاء الله. ما عندناش حد بره الفرقه. اللعيبه ممتازه. لا الحمد لله ما عندناش اي حاجه خالص. الناس كلها كويسه وكل الناس قد التمرين، فباذن الله ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله. نتكلم على الملعب تحديدا. حضرتك يمكن لسه معتزل بشكل مبكر، فاكيد عارف الامور. الملعب اخباره ايه؟ حساسيه اللقاء عليها تكون شكلها ازاي، خاصه انها ما اتغيرش كتير، لسه كانت اخر لقاء ليه كان قريب. هو الملعب احنا لعبنا عليه مرتين، لعبنا في 2008 ولعبنا في 2013. نفس الملعب ما اختلفش خالص. احنا بنيجي تقريبا في نفس الوقت ده من السنه، هو نفس الجو. لا ده احنا نتمنى ان يبقى في مطر يعني افضل. افضل. طبعا بتكسر الحراره، انت عارف في رطوبه شويه في الجو، فالرطوبه دي مع الحراره بتاعت الشمس بتخنق اللعيبه جدا، فبتبقى الامور صعبه على اللعيبه. فنتمنى الجو يبقى كويس ان شاء الله بكره باذن الله. والملعب يعني خلاص انت عارف، انت بتيجي افريقيا بتبقى مهيئ نفسك ان انت تلعب في اي جو او في اي ملعب انت موجود فيه، فيعني ما عندكش فرصه للاختيار. فان شاء الله اللعيبه باذن الله تبقى قادره ان هي تقدم ماتش كويس ان شاء الله. التنسيق مع مراقب اللقاء مع حكم اللقاء في طلبات معينه بيطلبها النادي الاهلي، ولا هي كلها امور معتاده روتينيه؟ هي امور روتينيه كلها. لسه المراقب ان شاء الله هيوصل النهارده الساعه 8 بالليل، فلسه ما تحددش ميعاد الاجتماع الفني امتى. يعني ممكن يبقى النهارده بالليل او بكره الصبح الساعه 9 مثلا او 10 الصبح، فلسه ده هيتحدد. انما احنا ما فيش طلبات خالص، احنا جينا الامور كلها. الناس بتوع المقاولين العرب بصراحه مشكورين جدا، هم والسفاره المصريه
سيادة السفير كلمنا مرتين من ساعة ما جينا أو 3 مرات، ومعنا القنصل أدهم هنا معنا برضو، مش سايبنا قاعد معانا. شركة المقاولين العرب المهندس أشرف كنت على ارتباط معاهم من قبل ما اجي هنا. بالظبط. وكمان الطياره الخاصه سهلت حاجات كتير جدا. المهندس اشرف راتب من المقاولين العرب بصراحه سهل لنا حاجات كتير جدا هنا. والمهندس المهندس مروان اللي موجود هنا معانا برضو بصراحه مسهل لنا حاجات كتير جدا، بنشكرهم. وهي دي عاده المقاولين العرب معانا على طول بصراحه. كل ما بنيجي هنا جروه بالذات بيبقى في بيوفروا لنا حاجات كتير جدا هنا بصراحه يعني. صحيح. اخر حاجه هاخد من حضرتك تصريح اربطه بلقاء يعني منذ قليل مع الكابتن علاء عبد الصادق، لما بقول له كلام ساعات بيتكتب في الجرايد وهو قال لي انا دايما ما بحبش ارد، بس المره دي جه اسم الكابتن وائل جمعه انه زعلان وكابتن علاء، فقال انا والكابتن وائل بنشوف الحاجات دي ونضحك. زعلان من ايه؟ حاجات بتتكتب في الجرايد غريبه، يقول لك سافر امريكا وهرب علشان زعلان يعني. هو بيقول لي انا بشوف الحاجات دي يعني ما عنديش مشكله. لا طبعا الناس انتوا معانا، والمفروض الناس اللي تبقى معانا دي هي اللي ترد عن الكلام ده بالنيابه عننا. انما لا، الامور الحمد لله واضحه للناس كلها، ومفيش اي مشاكل خالص في النادي الاهلي، والناس كلها بتشتغل بحب النادي الاهلي يعني، مش اكتر من كده. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن وائل من المديرين الفنيين مديرين الكره المتميزين للنادي الاهلي، ان شاء الله تكون مسيره جيده. النادي الاهلي ان شاء الله يحقق لقب اول بطوله لمصر باسم الكونفدراليه، اعتقد ده مهم حتى بالنسبه للاهلي وبالنسبه لمصر. طبعا اول مره فرقه ان شاء الله تحصل على البطوله دي باذن الله يبقى النادي الاهلي، ويعني نوعدكم ان احنا ان شاء الله نقاتل زي ما احنا معودينكم ان شاء الله دايما. بشكرك يا فندم. شكرا عمد. شكرا. لقاء مهم مع الكابتن وائل جمعه، حطينا في الاجواء اللي خاصه بالفريق. في اللحظات اللي بكلم حضراتكم عليها يمكن هسيب زميلي العزيز احمد يحيى. خلاص احنا الفرقه بتختتم التدريبه بتاعتها. مستر جاريدو يمكن بيدي بعض الملاحظات الاخيره اللي خاصه باللقاء. ان شاء الله تكون لقاء متميز. ده زي ما قلت لحضراتكم اول واخر تدريب بالنسبه للنادي الاهلي في الملعب زي ما حضراتكم يمكن تابعتوه. زميلنا احمد يحيى صور لحضراتكم كل الملعب. كان في حضور جماهيري طبعا مش كبير، بس من الجاليه اللي خاصه طبعا بالقطن تحديدا، او الجمهور اللي في جروه كان بيحب ان هو يكون متواجد. مجموعه من الجماهير دايما ورا النادي الاهلي تواجد تكون موجوده في اللقاء. الحاله اللي خاصه بالبنيه التحتيه الملعب مش هنقول ان هي يعني طيبه، اعتدنا خلاص بشكل كبير على مثل هذه الامور. ده كان شكل مهم جدا للتدريب الاول والاخير بالنسبه للاهلي قبل لقاء الذهاب مع القطن الكاميروني في الدور قبل النهائي من الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. اسيب حضراتكم مع اللقطات الاخيره للفريق في اخر لقطات ليه وهو بيذهب الى مقر البعثه. ان شاء الله باذن الله تكون فتحه خير في لقاء غدا امام القطن الكاميروني. What I think
يلا يا جماعه.
صور اعتقد ممتعه شاهدناها بنحاول نضع حضراتكم على شاشه قناه الاهلي بشكل يعني بصوت والصوره وبشكل مميز من داخل ومع اجواء بعثه فريق النادي الاهلي في الكاميرون. يمكن من بعض اللقطات اللي شفناها والفريق راجع من التدريب الرئيسي والاخير قبل اللقاء المرتقب مع القطن الكاميروني لمقر البعثه هنا مقر الاقامه، يمكن شفتوا قد ايه ان الجماهير او الشعب الكاميروني تحديدا لو بنتكلم على مستوى جروه في الشوارع بيلعبوا كوره سواء بقى الظهر سواء بعد العصر بالليل، هم عاشقين بشكل كبير، عشان كده دايما عندهم يمكن القاعده كبيره جدا وبيصدروا لعيبه لافريقيا. خليني اخد لقاء في منتهى الاهميه مع الكابتن طاهر الشيخ، واحد من نجومنا الكبار وعضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الاهلي في جروه. برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. خليني ابدا بحاله اطمئنان او رساله اطمئنان لكل جماهير النادي الاهلي، وبقول جماهير مصر، واعي تماما وانا بقول جماهير مصر ان النادي الاهلي هو الممثل لمصر في بطوله خارج حدود الدوله، وان شاء الله باذن الله يحقق لقبها لانه مهم لمصر في هذا التوقيت. نطمن كل الناس على الاهلي. والله يعني الاجابه على هذا السؤال لو بصيت في وش اللعيبه كلها والاداريين كلنا في الحقيقه مركزين جامد جدا وحاسين ان شاء الله ان هنعمل نتيجه ايجابيه بعون الله. البلد هنا طبعا مهتمين جدا جدا بالمباراه. انا بالصدفه كنت الصبح في البلد والناس كلها مهتميه بالماتش، واعتقد النهارده شفنا الاستاد بياخد 40,000 متفرج، فاعتقد ان الاستاد هيتملي وهم جايين يأزروا الفريق بتاعهم. واحنا شفنا برضو جمهور النادي الاهلي كان حاضر واثبت وجوده وموجود ورا فريقه وهيشجع بمنتهى الحراره ان شاء الله، وان شاء الله هنكون عند حسن ظن الجماهير وطموحات النادي الاهلي. لما بتكلم مع حضرتك كابتن طاهر بتكلم مع نجم كبير، وبالتالي ممكن اخوض في الجزء الفني نطمن منه الجمهور، لكن ابدا بالجزء الاداري. اهميه والحرص مجلس الاداره على توفير طائره خاصه في الاجواء دي لان الامور صعبه جدا، ويمكن كل اللعيبه سعيده جدا عمليه الراحه. الجهاز الفني كمان بقياده جليده الكابتن علاء عبد الصادق اتكلم في ده الكابتن وائل جمعه، عمليه راحه اللعيبه. وحضرتك كنت نجم كبير وتعلم اهميه ابعاد الاجهاد عن اللعيبه في موقعه مهمه زي دي. طبعا مهم جدا اللعيب يحس ان النادي موفر له احسن امكانيات. موضوع الطياره الخاصه ده كان لازم، طبعا كان استحاله ان احنا نيجي بالخطوط العاديه، كان هيبقى رحله عذاب يعني، ولكن وجود طياره خاصه الحمد لله النادي قدر يوفرها، وده بيحسس اللعيبه باهميه المباراه وباهميه انه نعمل نتيجه ايجابيه، ويحسس برضو ان مجلس الاداره مهتم باللعيبه براحه اللعيبه وبنفسيه اللعيبه. فان شاء الله كل ده هيترجم وهيبقى له مردود ايجابي ان شاء الله. بقول لحضرتك مره ثانيه وثالثه مليون مبروك على السوبر. ايجابيات الفوز بالسوبر في توقيت والاهلي دخل على لقاء مهم زي ده. لا طبعا الفوز بالسوبر ده ادانا دفعه معنويه كبيره جدا جدا جماهيريا واداريا وفي الفرقه كلها في اللعيبه وفي الجهاز الفني، وان شاء الله مزيد من الانتصارات يعني. رغم ان انا ليا تحفظ شويه على اللوكاندا اللي احنا قاعدين فيها كتير، بس هي ظروف الباقي يعني والله هذا هو احسن ما هو موجود. طبعا لا يقارن باللوكاندات اللي موجوده في مصر يعني، ولكن احنا هننسى او هنطنش الموضوع اللوكاندا ده وهنركز في الماتش. واعتقد ان كلكم شفتوا اللعيبه عامله ازاي ومركزه ازاي وعايزه ان شاء الله تفرح الجماهير. حضرتك النقص العددي للعيبه؟ النقص العددي، النادي الاهلي نادي كبير، اللعيبه اللي موجوده كلها على قد المسؤوليه، وهي طبعا هتبقى عند حسن ظن الجماهير. فان شاء الله انا متفائل واعتقد ان احنا هنعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. حاله الجو والرطوبه عمالين نعرق والحاله صعبه جدا. المباراه تبقى الساعه 4، هنا بيكون في شمس. كابتن وائل قال لي يا رب تمطر، بقول له يعني هل افضل انها تمطر ولا ما تمطر؟ قال لي لا احنا عايزينها تمطر عشان ترطب علينا الامور شويه. فانقل لنا الاجواء اللي خاصه بدي وتلعب كوره. طبعا لو مطرت يا رب تمطر لانه هتكسر اعاده للقاءاتك. لا من غير اعاده ان شاء الله. هتكسر بقى موجة الرطوبة دي، لأن الرطوبة والشمس جامدة جدا يعني. أنا
كنت بشفق على اللعيبه وهم بيتمرنوا في بدايه التمرين بالذات، لان الشمس كانت جامده جدا، ولكن الكويس انه الشمس بتخف كل ما الساعه ونص بتعدي يعني. فيا رب لو مطرت يبقى خير، ما مطرتش اهي الظروف دي علينا وعليهم، واحنا قدها ودود ان شاء الله. يا رب دايما. اسيب الجزء الاداري واروح لنجمنا الكبير كابتن طاهر الشيخ، واحد قيمه كبيره في كره القدم. الاحساس بتاعك وانت جاي جروه مع الفرقه، الاجواء الافريقيه بترجع حضرتك لايام زمان، ايه اللي استشعرته او ايه اللي فكرت فيه او ايه اللي تذكرته تحت؟ والله طبعا يعني الرحله لافريقيا لها طعم تاني ولها جو تاني خالص. يعني كنت مع الفرقه في المغرب كان اجواء اخرى مختلفه خالص. افريقيا هي افريقيا، مهما يعني ده بيرجعني لزمان يعني. لا ما فيش اختلاف كبير. الشعب هنا طيب جدا، محترم جدا، بيحب الكوره، هيشجع ناديه بمنتهى الاحترام. شفنا جمهور كاميروني موجود في الملعب واحنا بنتمرن، ما حسناش بيهم في الحقيقه. صحيح. يعني منتهى الادب، منتهى الاحترام. حتى لما كان جمهورنا بيغني ومبسوط يعني كان بيبص له بنظره اعجاب. يعني ما فيش هتافات او ما فيش اي دلائل تدل ان هم متعصبين او اعتقد هم برضو عندهم لعيبه كتير لعبوا في دوريات العالم زي ايتو مثلا، فهم بيقدروا اللعيبه، بيقدروا النجوم وبيشوفوا الدوريات الاجنبيه سواء كاس اوروبا او دوري انجلترا او بقوه عن طريق متابعين جامد جدا ومهتمين. يعني انا انبسطت في الحقيقه من الاتيتيود بتاعهم او يعني ازاي هم بيتصرفوا معانا عموما يعني. تمام. ازاي رصدت حضرتك واحنا رايحين التدريب وراجعين من التدريب الملاعب والخلا والحدائق وعاملين الجونين ومكسرين الدنيا وعاملين يلعبوا وكبار في السن وصغيرين في السن، ازاي رصدت الحاله دي في تحديدا في جروه لو بنتكلم عن يعني في جروه؟ يعني اللي شد انتباهي طبعا الخضره اللي موجوده حوالينا، يعني معلش في ناموس الخضره الموجوده. وبعدين شفنا الملاعب الشعبيه، شفنا الناس بتلعب وبيتمرنوا، ولاد ورجال وستات، كل الشعب بيعشق الكوره يعني. خد كلمه اخيره من حضرتك قبل ما اسيب حضرتك لكل جماهير النادي الاهلي. والله اقول لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم، واعتقد ان شاء الله هنعمل نتيجه ايجابيه. احساسي النهارده احساس قوي انه النتيجه ان شاء الله هتكون ايجابيه. ان شاء الله ايجابيه، وبارك لحضرتك بعد اللقاء. بشكرك ان شاء الله، ميرسي جدا. كابتن الشيخ رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في جروة اللقاء القطن الكاميروني، اتكلمنا معاه وبنحاول ان احنا نوصل لحضراتكم كل الإجابة على أسئلتكم عن البعثة، عن الأجواء، عن الأخبار. خلينا نقول لحضراتكم إن شاء الله بإذن الله يوم السبت الساعة 4 بتوقيت الكاميرون، 6 بتوقيت القاهرة، لقاء بإذن الله هيكون لقاء مهم جدا، ذهاب الدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الأهلي والقطن الكاميروني. إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جيدة للنادي الأهلي نحو النهائي والفوز باللقب. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة لرسالتنا الثانية من هنا في ليلة هذا اللقاء. أسيبكم لبعض اللقطات العامة اللي خاصة باليوم، وبشكر زميلي العزيز أحمد يحيى، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.